أكيد معظمكم سمع عن أبو رجل مسلوخة، بس هل سألت نفسك هو فعلا يتخاف منه ولا ممكن يطلع طيب؟ لايك وفولو وتعالى ما اقولكش. زمان في قلب الصحراء المصرية الشاسعة عاش مخلوق أسطوري مرعب، واللي كان معروف باسم أبو رجل مسلوخة. كان عبارة عن راجل ضخم عنده راس ديب مفترس وعيون حمرا زي الجمر، لكن أكتر حاجة كانت مرعبة فيه كانت رجليه، واللي كانت واحدة منهم رجل بشر عادي، أما التانية رجل مسلوخة تماما، لدرجة إنك تشوف العظم والأوتار وقد إيه المنظر مقزز يا صديقي. وكان أبو رجل مسلوخة بيلف في الصحراء طول الليل بيدور على ضحاياه من المسافرين والتايهين، وكان معروف بقوته الخارقة وسرعته الرهيبة، وما كانش حد بيقدر يفلت منه. بيقولك بقى إن اللي كان بيقع في إيده كان بيواجه الرعب كله، لأنه كان بيفرتك الضحايا بتاعته لحتت قد النمنمة اللي هي أصغر من السمسمة دي، أنت متخيل؟ وكمان كان يقدر ياخد روحهم بلمسة واحدة من رجله المسلوخة، وكان بيختفي في ضلمة الصحراء، بس كان بيسيب وراه أثر رعب وفزع. لكن رغم شراسة أبو رجل مسلوخة، في أسطورة بتقول إنه مش شرير، بالعكس ده حارس للصحراء وبينتقم من أي حد يحاول يدنسها أو يلعب بأسرارها. وانتوا سمعتوا قبل كده عن أبو رجل مسلوخة؟ اكتبولي في الكومنتات.